لا يقول الإنسان هذا صبي وغير مكلف فلا ننهاه لأنه غير مكلف وغير مؤاخذ، بل يؤمر الصبي. لماذا؟ حتى وإن كان غير مكلفا وغير مؤاخذا عند الله بعمله ينهى، لأنه في مراحل تربية تنشئة، مثل ما قيل وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. الآن مثلا في مسألة البنات، يعني بعض الناس قد يلبسون البنت الصغيرة لباسا متعرية ويقول هي صغيرة غير مكلفة، ثم يستمر هذا اللباس معها ولا تنفك عنه إذا كبرت، لا تنفك عنه إذا كبرت. فالصغير يؤمر بما يؤمر به المكلف. الصغير يقول المصنف الصبي يؤمر بما يؤمر به المكلف ويمنع عما يحرم على المكلف، وإن كان لا يحرم على هذا الصغير لأنه غير مؤاخذ غير مكلف، لكنه ينهى عنه ويمنع منه ويبين له وجه الله. حتى الصلاة، مروا أولادكم للصلاة بكم؟ 7، ما هو ليس مكلف، لو ما صلى لا يؤاخذه الله عز وجل، لكن يؤمر بها، يؤمر. وإذا بلغ 10 سنين يضرب مع أنه غير مكلف، من أجل مراعاة مرحلة التكليف يكون متهيئ تماما لها. لكن لو ترك ثم لما جاء وقت التكليف وبدأت الأوامر دون قاعدة مسبقة في نشأة هذا الصبي ما تستقيم معه الأعمال ولا يستقيم معه ترك المنهيات. ولهذا يؤمر الصبي الصغير بما يؤمر به المكلف وينهى عما ينهى عنه المكلف، من باب التنشئة على الخير والتنشئة على طاعة الله سبحانه وتعالى.